تخيل شخص واقف قدامك ما عنده لا سكين ولا مسدس، ومع ذلك القانون يعتبره مسلح. وليش لاعب الكاراتيه يعامل كأنه يحمل سلاح أبيض؟ الكاراتيه مو مجرد رياضة، هو فن قتالي قديم يستخدم اليدين والقدمين كسلاح، لكن المشكلة ان ضربة واحدة من لاعب محترف ممكن تكسر عظام واحيانا تقتل. فهل اليد الخالية أخطر من السكين؟ القانون في دول كثيرة ومنها بعض الدول العربية يقول أي لاعب عنده حزام أسود أو مستوى متقدم في الفنون القتالية يعتبر شخص مسلح، يعني لو دخل مشاجرة دون أي سلاح العقوبة عليه أشد من الشخص العادي. ليش؟ لأن جسمه صار مدرب كسلاح قاتل، ضربة في الصدر ممكن توقف القلب، ضربة في الرقبة ممكن يغمى عليك. ببساطة ما يحتاج يطلع سكين، سلاح معاه طول الوقت. لكن هنا سؤال، هل هذا عادل؟ يعني لاعب كاراتيه إذا بس دافع عن نفسه هل يعاقب أكثر من غيره؟ وهل القوة اللي اكتسبها بالرياضة تتحول إلى عبء عليه؟ اللي يتدرب على الكاراتيه ما صار يملك مهارة عادية، بل قوة تعتبرها القوانين سلاح، قوة ممكن تحمي وممكن تدمر. والسؤال يبقى مفتوح، هل يستخدمها للدفاع والشرف أم تتحول في لحظة غضب إلى جريمة تغير مصيره للأبد؟ معاكم تركي من إعداد 21 وهذا موضوعنا لهذا اليوم.